لما تكون لفه المكنه سريعه كده اول حاجه بتبص عليها هي التقسيمه. بص السير ما بيلفش خالص اهو كده 90% الصوابات دي جرى لها حاجه. صلى وسلم وبارك على نبينا محمد. احنا هنا بقى اول خطوه بناخدها ان احنا بنغير سير الماكينه، وبعد كده بنجرب، لان لو المكنه ما اتاذتش من الداخل خلاص بيبقى حظ العميل كويس وما بيفكش المكنه. زي ما انت شايف كده السير منسل خالص، العقل بتاعته اتقطعت. هنا احنا بنغير السير، هنشيل بقى السير القديم وهنركب الطقم الجديد. طبعا الكاتينه اريح لك ان انت يكون معاك السبيشال تولز الخاص بالشغل الكاتينه، ديت سياره 95 شنجان. دي طريقه فك السير كده، السير طلع بره اهوت. سير الكاتينه الخاص بال 95 شنجان بيمشي 85,000 كيلو او 3 سنين ايهما اقرب. بعد كده العقل ديت بتتفك. هنا بص زي ما انت شايف كده، ده السبيشال تولز الخاص، دي الزرجينه اللي بتمسك الكامتين من فوق عشان ما يتحركوش خالص، ولا واحده منهم تخلف يمين او يسار. نطمن طبعا ان هي ماسكه الكامتين كويس. طبعا بيبقى متحير رقم واحد، بتبقى الصبابين مطرح الكامتين دول باصين لبره الناحيه. بعد ما بنظبط التقسيمه فوق طبعا على السبيشال وماسك الكامتين، هنا بنبيت الخابور اللي تحت، ده بنز كده بيركب تحت بيمسك الكرنك، بيخلي الكرنك ما يتحركش، عشان اهم حاجه ظبطه التقسيم ما تخنفش معاك خالص. لما بيبقى معاك السبيشال بتبقى انت مرتاح وانت بتركب، بتبقى الدنيا معاك سهله، ما فيش اي عقد ولا في اي مشكله، وبتخلص بسرعه في اقرب وقت ممكن. بس بعد ما بتركب الخابور وبتطمن بقى الدنيا ماسكه كويس من فوق ومن تحت والسبيشال ممسوك، بتبدا بقى تركب السير الجديد. ماشي، هنا طبعا ركبنا السير الجديد وبنظبط بقى الشده بتاعت السير بس، وبعد كده السياره اشتغلت تمام وما جابتش صبابات ولا اي حاجه، وكده احنا وفرنا جامد على العميل ان احنا ما فكناش طبعا المكنه على طول. نصيحه بقى ان احنا بناخدها خطوه اولى، او كل السيارات اللي فيها بس هنا المكنه شغاله اهي، السير دوت لازم يتغير وصوت المكنه تمام شغاله زي الفل. او 3 سنين اقصى حد. طيب السبب ليه 3 سنين حتى لو ما عملش ال 85,000؟ لان في ماده لزق تحت العقل هنا، شايف العقل الصغيره دي في ماده لزق تحتها. بعد ال3 سنين الماده ديت بتفك من عوامل الحراره والشغل بتاع السياره، بعد كده العقل دي بتفك واحده ورا الثانيه، وبعدها المكنه بتبوظ وبتعطل منك في الطريق. هنا العربيه الحمد لله العميل ربنا سترها معاه، العربيه اشتغلت زي الفل بعد ما غيرنا سير الكاتينه وهو مقطوع، فده ستر من عند ربنا. بس احنا كده كده بنعملها ديت خطوه اولى عشان نطمن على المكنه. طلع حظ العميل كويس والمكنه ما جرالهاش حاجه، خلاص ده رزقه. فشكرا، السلام عليكم ورحمه الله.